اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا احنا داخلين على الصيف والطماطم كل يوم بتنزل في سعرها، فلازم نخزنها، لان زي ما احنا عارفين ان الطماطم مجنونة، ممكن في ثانية تلاقيها رفعت كده في السعر، واحنا عارفين جشع التجار كده. طبعا ده احلى واوفر كتير من انك تجيبي برطمان صلصة بالشيء الفلاني. هنعمل صلصة الطماطم بأنجح وأسهل طريقة، هتفضل معاكي من السنة للسنة ومش هيتغير طعمها ومن غير أي ألوان. زي ما احنا شايفين في بداية الفيديو، أنا جبت الطماطم حطيتها في الحوض ونضفتها كويس قوي قوي، وطبعا الوحشه استبعدتها وشلت العلق بتاعها ونضفتها، وانا هحطها بحله كده. ممكن تقطعيها وممكن تحطها بحله زي ما انت عايزه. انتوا شايفين شكل الحله ده ال10 كيلو، بس اوعوا تفكروا ان هي كتير على الحله، لا، ده مجرد ما بتحطيها على البوتاجاز بتصفي الميه بتاعتها وبتقل تماما. بعد كده بترفعيها على النار وتسيبيها على نار متوسطة، بلاش نار عالية عشان ما تشدش منك. وبعد 10 دقايق بتلاقي المية بتاعتها زادت، كبي المية وسيبي شوية ليها للتسوية. ده شكلها بعد ال10 دقايق. انا هشيل شوية جزء كبير من المية دي، مش هخلي المية دي لان كل مرة هتنزل مية كتيرة. بعد كده هسيب لها شوية مية عشان التسوية. هي اخدت معايا ساعة على النار لان انا قللت المية بتاعتها فما خدتش وقت. بتعرفي ازاي ان الطماطم بتاعتك مستوية وهي على النار؟ بتقلبي كده بالمعلقة من تحت لفوق، لما تحسي ان هي مهرية يبقى خلاص كده الطماطم بتاعتك جاهزة ان انتي تضربيها في الخلاط. هنا بقى انا بحط المادة بتاعة الحفظ، مادة الحفظ اللي هي الزيت والملح. في ناس بيحطوا سكر وملح، انا هحط زيت وملح وهحط معلقة خل. هنحط هنا 10 كيلو، حطيت عليهم معلقتين زيت وحوالي معلقتين ملح، دول مادة الحفظ. الخل ليه بقى؟ الخل علشان تحسي ان طعمها زي الصلصة الجاهزة بالظبط، بتدي طعم حلو قوي. هنا جبت الهاند بلندر وهعمل بيه الطماطم، هنعمها قوي قوي. طبعا ده حاجة ترجع لك، عاوزة في الخلاط، عاوزة في الكبة، عاوزة تحطيها في المصفى وتعمليها بايديكي، دي حاجة ترجع لك. انا هنا عملتها بالهاند بلندر، هنعمها جدا جدا، اخليها ناعمة مفيش فيها اي حاجة. ويا ريت اما تيجي تشتري الطماطم تجيب الطويله، ما تجيبيش المدوره، لان المدوره بتبقى ملانه بذر. اما الطماطمايه الطويله مش عارفه هما بيقولوا عليها بلحه ولا ايه، مش عارفه والله، بس بيقولوا ان البذر بيبقى قليل فيها، وفعلا البذر بيبقى قليل فيها جدا. هنا خلاص انا عملتها بالهاند بلندر، زي ما احنا شايفين قوامها كده تقيل وحلو. طبعا في ناس بعد ما بتعملها بتضربها في الخلاط او بتعملها في الكبة، بيجيبوا مصفى كده وبيصفوها عشان اي قشرة او بذر فيها. بس الهاند بلندر ده بينعمها جدا جدا، ما فيش حاجة بتفضل فيها، كله بيبقى ناعم جدا، ما فيش فيها لا اي بذر ولا اي قشور ولا اي حاجة. انا هنا هعبي الصلصة في الاكياس اللي هي بتاعة التلاجة. طبعا انت ممكن تعبي في برطمانات ازاز وتدخليها الفريزر تحفظيها، بس قبل ما بتدخليها في الفريزر بتحطيها في حلة وبتفرشي فيها كده فوطة المطبخ، تحطي عليها نصها مية، وعلى المية كده على البوتاجاز. بعد كده لما تيجي تحسي تخبطي على الغطا بتاع البرطمان الازاز ما عملش صوت، يبقى خلاص كده انت في الامان، ممكن تحفظيها في التلاجة بقى، بس تسيبيه يبرد الاول. انا بقى ما بخزنهاش الا في الاكياس التلاجة دي، لكن في برطمان ازاز بحطه في التلاجة، بمليه الصلصة بتاعتي، بفضل اخد منه على قد الاكل بتاعي اليومي. هنا انا بعبي الكيس ده على حجم البرطمان اللي عندي. عارفين البرطمان اللي هو بتاع الورق العنب، هو ده اللي انا بحط فيه. هنا برضو جبت طريقة تانية، جبت بولة وحطيت فيها كيس وهعبي فيها. ممكن انتي بتعبي في بولة، ممكن الدرق بتاع الخلاط بتحطي فيه كيس كده لو كيس كبير وتعبي عشان ما يقعش منك.
اما انا بقى بعمل ايه، بجيب البرطمان ده بحطه في التلاجة، بسحب منه، بحط على وشه شوية زيت. شوية زيت ليه؟ لان احنا عارفين يا جماعة في الصيف دايما الشقة بتبقى دافية شوية، فكل ده بيأثر على الأجهزة وعلى التلاجة. فبحط فيها شوية زيت عشان الحفظ، عشان ما تعفنش. ال10 كيلو عملوا لي 5 اكياس، الكيس بمعدل كيلو صلصة. غير البرطمان اللي انا حاطاه في التلاجة برضو كيلو، يعني ال10 كيلو ممكن 6 كيلو، لان طبعا زي ما احنا عارفين نزلت مية كتيرة قوي قوي. جربي الطريقة دي، طريقة ناجحة وسهلة جدا ومضمونة من حيث النظافة وبشغل ايديكي، ولا فيها الوان صناعية ولا فيها حتى الوان طبيعية ولا حاطين بنجر ولا اي حاجة. الطماطم حلوة وجاية حمرة وجميلة قوي قوي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.